صبايا بعد ال40، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. عاوزة أقول لكم على طريق النجاح، طريق الفلاح، طريق تحقيق المعجزات، طريق تحقيق كل الأمنيات. الطريق ده سهل جدا وبسيط، وفي إيدينا كلنا، وفي كل وقت، وفي 24 ساعة الطريق ده موجود. طريق الدعاء. يلا بينا يا جماعة، يلا بينا ندعي، نطلب من ربنا اللي نفسنا فيه كله وأكتر من اللي نفسنا فيه. ما ندعي ربنا باللي بنحلم بيه، واللي أكتر من حلمنا، واللي شايفينه معجزة، واللي شايفينه مستحيل. تعالوا ندعو المستحيل. ربنا عنده كتير، ربنا قادر يحقق لنا أمانينا وكل أحلامنا لينا ولولادنا ولأحفادنا ولإخواتنا ولحبايبنا. ربنا كريم جدا وعنده كتير، بس أهم حاجة وانت بتدعي يكون عندك يقين. اوعى تدعي من غير يقين. لازم وانت بتدعي يكون عندك يقين بالله، وإيمان بالله، وكمان ثقة بنفسك وبإيمانك وبعزيمتك وبقوتك. كمان وانت بتدعي ما تيأسيش، وكمان وانت بتدعي لحي في الدعاء، وكمان وانت بتدعي توسلي لله، واهم حاجه وانت بتدعي الرجاء. يا ريت نترجى ربنا ونتوسل اليه ونلح عليه ونخبط على بابه على قد ما ربنا يقدرنا، كل ساعه وفي كل وقت وفي كل اذان وفي كل صلاه. ربنا بيحب الالحاح في الدعاء، لان الالحاح في الدعاء بيستوجب الاجابه. لأن ربنا قال إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال إيه كمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يلا يا جماعة، يلا نسمع كلام ربنا. ده ربنا اللي قال يا جماعة، مش إحنا. ربنا اللي قال ادعوني، وربنا وعدنا. ربنا وعدنا هيستجيب لينا. ليه أتشكك إن ربنا مش هيستجيب لي؟ لا لا، ادعي وانتي موقنة بالإجابة. ادعي وانتي واثقة من الإجابة. ما تستعجليش وما تيأسيش، لأن توقيت الإجابة ومكانها وزمنها ده شيء بأمر ربنا، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيحدده. اوعى تعترضي، لأن كل تأخيرة وفيها خيرة. ربنا هيستجيب لدعوتك في الوقت المناسب، الوقت اللي فيه مصلحتك، الوقت الصح. لأن ربنا أكيد بيحبنا وهو أدرى بحالنا. يمكن لو استجاب في وقت معين انت نفسك فيه، ممكن ده يكون ضرر ليكي. يمكن تأجيل الطلب أو تأجيل الاستجابة لمصلحتك. لازم تكوني واثقة إن التأجيل ده أكيد لمصلحتك. ثم ربنا عاوز يشوف إلحاحك، عاوز يسمعك وانت بتدعي له مرة واثنين وثلاثة ومية وألف. لكن لما ربنا هيأذلك بالإجابة هتذهلي من الإجابة، هتذهلي من الخير اللي ربنا هيجيبهولك. وأنا عاوزة أقولك حاجة مهمة. لما استجابة الدعوة بتتأخر انت بتجيلك متعتين: متعة الرحلة ومتعة الوصول. اللي بيدعي وبتجيله الدعوة كده على طول بيستمتع بمتعة واحدة، هي متعة الإجابة. لكن اللي بيكافح كده ويقعد يشتغل على الإجابة ويقعد يدعي ربنا ويقعد يسعى لتحقيق هدفه وتحقيق حلمه، وبعد كده ربنا يحقق له الحلم بتاعه ويحقق له الهدف بتاعه، بيكون عنده متعتين، بيكون عنده ميزتين: ميزة متعة السعي وميزة متعة الوصول. والحمد لله على السلامة. ربنا يجعل دعواتنا كلها مجابة، وأنا من ضمنكم، ورمضان كريم. وأشوفكم إن شاء الله على خير المرة الجاية.